ومرحبا. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، جايبت لكم وصفة الكريسبي. الكل بيحبها، الصغار والكبار. دجاج كريسبي مقرمش من برا وطري من جوا. رح نعمله بطريقة بسيطة ومضمونة، وبتحدى أي حدا يذوقه وما يسأل عن سر القرمشة. خليكم معي خطوة بخطوة لنشوف طريقة التحضير، ويلا نبلش. المكونات عنا: صدر الدجاج، حليب والبهارات وليمون. بالبداية هون عندي كيلو من الدجاج، من صدر الدجاج طبعا. قطعته لشرائح طولية. راح نحط لهم 500 ميلي من الحليب مثل ما موضح تماما بالفيديو. راح نحط 500 ميلي من الحليب، راح نعصر عليهم حبة ليمون. أما البهارات عنا حتكون عبارة عن ملح، بابريكا، كركم، فلفل أبيض، كزبرة يابسة، زنجبيل، بصل بودرة وثوم بودرة وهيل. كلياتهم معلقة صغيرة، إلا الملح معلقة كبيرة. نحرك كل المكونات مع بعض، وراح نحط ربع معلقة من الخل الأبيض. بعدين راح ننقع الدجاج عندنا. يفضل نعمله قبل بليلة ونخليه منقوع بقلب التتبيلة. وإذا كنا مستعجلين يفضل قبل ب4 ساعات أو 6 ساعات. هون الخليط كان جاهز، راح ننقعه لمدة 6 ساعات لحتى يشرب التتبيلة عنا. هلأ بدنا نجهز هون التتبيلة الخارجية. عنا نص كيلو من الطحين، راح نحط عليهم معلقة كبيرة من النشا مثل ما شايفين، وراح نحط عليهم معلقتين صغار فانيلا. الفانيلا بتعطيها نكهة كتير كتير طيبة. وسر القرمشة عنا حتكون بظرف الباكنج باودر. راح نحط كمان ظرف باكنج باودر. أما البهارات هي عبارة عن ملح وفلفل أبيض فقط. بنحرك كل المكونات هيك بتكون جاهزة لحتى نبلش شغل فيها. هون عنا الفروج بعد ما ريحناه كان ما شاء الله متشرب التتبيلة على الآخر، الريحة ما شاء الله عالم ثاني. شوفوا شلون. هلأ رح نبلش شغل مشان مرحلة القلي. رح ناخد قطعة ونحط عليها طبقة خفيفة من الطحين، بعدين نرجع نرجعها على الصوص اللي نحنا عاملينه على التتبيلة، ورح نرجع نحطها بالطحين. بهاي المرحلة رح نحاول انه نحنا نكبس على قطعة الكريسبي عنا لحتى نشكل هاي الحراشف الخارجية يلي بتعطي القرمشة اللي كتير كتير طيبة. مثل ما شايفين هيك نحنا عم نحاول نضغط كتير كويس لحتى نشكل هاي الحراشف اللي بتكون من برا. بهون رح تشوفوا انتو عن جد سر القرمشة. شوفوا شلون ما شاء الله شكل الحراشف، وراح تبين كمان بعد القلي احسن واحسن. راح نحط هون بهاي الأثناء نحن راح نكون حاطين زيت على النار، لازم يكون درجة حرارته تقريبا 180 درجة، وبننزل الشرائح عنا واحدة ورا واحدة. شوفوا لي ما شاء الله، هي لأنها شرائح صغيرة تاخد تقريبا 5 دقايق ل6 دقايق لحتى تستوي، بينما إذا خلينا نحنا صدر الدجاج مثل ما هو كامل بياخد وقت أكثر. وبعد ما خلصنا كل الكمية ما شاء الله ما بدي أحكي لكم عن اللون الذهبي والقرمشة والحراشف اللي موضحة قدامكم بالصورة. نصيحة تجربوها، الطعم دمار والقرمشة لا توصف. إذا حبيتوا الوصفة ما تنسوني من الكومنت واللايك والمتابعة، واستنوني بفيديو جديد. سلام.